الله يحفظك. طاقم الحمد المجله لله. ديالنا جا عندك اليوم. مرحبا صوت الشعب. الله يحفظك. تغريده صوت الشعب. تغريده بريس صوت الشعب. نستفسروا على الحاله اللي فيها الشينوي نور الدين. ديك على سمعنا وفي وسائل التواصل الاجتماعي تيقول ان هو تيصرح انه تناول شي توكال وكلا توكال وخرج ليه على صحته. بغينا نعرفوا واش التوكال يقدر يوصل الانسان لديك النتيجه ولا لديك الحاله اللي وصل لها الشينوي. وبغينا كذلك نعرفوا شنو هو العلاج اللي يمكن ليه يتبعوا ولا العلاج اللي يمكن ليه يديروا اي واحد اللي تصاب بنفس التوكال ولا شك انه عنده توكال. ان شاء الله. اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. كنتمنى من الله كلكم تكونوا بخير، كلكم تكونوا لاباس، وتحيه كبيره لتغريده بريس صوت الشعب، وتحيه الصديق ديالنا، وتحيه لجميع الناس اللي كيخدموا في هذه القناه هذه. نور الدين الشينوي من بين بزاف ديال الناس اللي هما كيتصابوا. حنا غنتكلموا على نور الدين وغنتكلموا على الناس كاملين اللي كيتصابوا، لان ما كاينش غير نور الدين، بل كاين بزاف د الاشخاص كيتصابوا بالتوكال، وبزاف د الاشخاص عندهم نفس المعاناه ديال نور الدين لكن كيعانيوا في صمت. نسال الله السلامه والعافيه. حنا كمغاربه كنشوفوا انسان الحمد لله انه مشهور في السوشيال ميديا، فكنحاولوا نوقفوا معاه لان كنا كنديروا السوشيال ميديا. بزاف ديال الناس كيديروا السوشيال ميديا كيعانيوا في صمت، وهذا الشيء اللي بغيت نطرح ليه السؤال، ان ما نشوفوش غير واحد، بل نشوفوا المئات ونشوفوا الالاف ونشوفوا العشرات ديال الناس اللي كيعانيوا. والله يشافي الاخ ديالنا نور الدين، والله يشافي جميع الناس، والله يشافي كل انسان. توكال او ميكروب او الاسم ديال التوكال، المقتبس ديال الكلمه ديال التوكال. التوكال هو شيء اكلته فاسدا، يعني واحد الحاجه كليتيها مريضه، واحد الحاجه كليتيها هي خايبه، فما يمكنش حاجه كليتيها مسمومه راه كتسمى توكال. التوكال هي كلمه مقتبسه من شي حاجه كليتيها وتطورات ولا كتخلع الانسان. فالاخ ديالنا نور الدين وبزاف ديال الناس اللي كيعانيوا بحاله تعرض للتسمم، الله اعلم، يا بالنسبه عن طريق شخص ما، او كتسمم في الزنقه، او كتسمم ماكله بيته، او كتسمم شي ماكله داز على شي حشره، الله تعالى اعلى واعلم. هذا ملي كياكل هذه الماكله هذه اللي فيها تسمم بما يصطلح عليه بالتوكال او السحر المأكول اذا كان من طرف شخص ما، اشنو هو اول حاجه كتوقع لنا؟ هي اضطرابات في الجهاز الهضمي واضطرابات في الجهاز العصبي. ملي كيوقعنا اضطرابات في الجهاز الهضمي واضطرابات في الجهاز العصبي، مباشرة كتولي عندنا بما يسمى بجرثومة المعدة، نسأل الله السلامة والعافية. ملي كتولي عندنا جرثومة المعدة كيولي عندنا مشكل ديال المخاط المعوي اللي في الأمعاء، كيوقع عنده اضطراب ونقص في الألياف، نطلب الله عز وجل يشفي الجميع. كيولي عندنا مشكل ديال القبض مباشرة ملي كينقصوا عندنا الألياف. اما المعده فما كتبقاش تخدم ديك الخدمه ديالها، وداك الهضم ديالها كيولي عنده عسر الهضم، اللي اي ماكله كليتيها كتولي تخنق هنايا، كتولي تضرك، كيولي يجوك افكار سلبيه، لان بيت الداء ديال الجسم هو المعده، هذه معروفه. فمني كيجينا هذا المشكل ديال عسر الهضم اللي هو في المعده، مباشره كيلعب لنا على الشعيرات العصبيه ديال الدماغ، يعني كيولي عندنا مشاكل ديال الوسواس، مشاكل ديال الخوف، مشاكل ديال القلق، مشاكل ديال الفزع، ومشاكل ديال عدم النوم اللي هو كيعطينا مباشره النقص فيتامين دي ونقص في المغنيسيوم، يقدر يطيحنا في مشكل ديال الروماتويد من بعد الى ما تعالجش، والله تعالى اعلى واعلم. الانسان اللي هو خاصو يتعالج من هذا الشيء هذا، اول حاجه الانسان خاصو يعرف شنو كياكل بعدا، وخاصو يعرف من عد من كياكل، والله يشفي الجميع. انا كنعطي واحد الطريقه ديال الاستفراغ. الانسان اللي بغى يتقيا يعرف شنو عنده في كرشو، ياخذ 50 غرام ديال الريحان، 50 غرام ديال الورد، 50 غرام ديال البابونج، واحد 10 غرام ولا 20 غرام ديال سنه مكي، غادي يغليهم في واحد 3 لتر ديال الماء بالليل لمده 10 ديال الدقائق، يخليها حتى الصباح باذن الله. والصباح يصفي، يجلس على ركابيه، يشرب كل شيء، يدير صبعه ويتقيا، يديرها 3 ايام باش يشوف النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث باذن الله، ويعرف واش عنده شي حاجه في كرشو واش ما عندوش. راه الحمد لله الاخوه راه كيعاونوا في هادشي، الله يجيب الشفاء. هاد الوصفه هذه ديال هاد الاستفراغ هي ممنوعه على المراه الحامله، الانسان اللي كيدير الدياليز، الانسان اللي عنده الصمامات ديال القلب، والانسان اللي عنده مشكل اصلا محيد المراره قل
من عام، يعني فوت عام ماشي مشكل. فالاخ نور الدين ديال الله يشافيه بزاف ديال الناس حاليا بالنسبه للحاله اللي كنشوف انا هو ولا ضعاف في الجسم ديالو. ملي كيضعف هنايا الا مشينا للجهه الطبيه لقاو عنده ولا عنده مشكل في المعده اولا وجرثومه المعده، زائد دابا الاضواء اللي هي تسلطت عليه عاد زيد ثاني تمرض اكثر بسيشيكمو نفسيا غادي تضغط. فيحاول الانسان يبعد منه ويخلي ان شاء الله يتعالج على خاطره، وربي يدير الخير والله يشفي الجميع. شكرا سي احمد وبارك الله. الله يحفظك.